مرحبا بكم توا في الحلقة متاع مبدأ عمل السيارة الهجينة، السيارة الهيبريد. دونك بعد ما عرفت في أول حلقة اش معناتها كهرباء هيبريد، في ثاني حلقة عرفت شنو الفروقات بين سيارات الهيبريد. في الحلقة هذه باش نحكي لكم على كيفاش تخدم السيارة الكهرباء الهجينة. والمثال اللي معنا اليوم هو المثال نتاع تويوتا بريوس. النوع هذايا هو النوع الوسطاني واللي هو الفول هايبريد. دونك لهنا كما قاعدين نشوفوا الكهرباء مفركه قدامي، عندي الموتور الترميك من هنا كما قلت لكم يقعد هو نفسه، عندي البطاريه ل 12 فولت من هنا، عندي من هنا الانفرتر. هذه قطعه مهمه برشا، هذه كلش نحكيو عليها بالتفصيل ما تخافوش. وعندي تحتها مغادي الموتور الالكتريك والترانس اكسل، هذا كله كلام تسمع فيه تبع نفسره لك. وعندي لهنا البطاريه اللي قلت لك كبيره قبيله تفهم فيا، عطاو كل شيء نوريه لك اون باراليل خاطر ممكن بعيد عليك شويه. هنا عندي شويه قطايع نتاع الكهرباء هذوما مش مهمين برشا توا. اول هنا نحبك تركز معايا غادي ونحب نفسر لك شنو هي لي ديفيرون مود وكيفاش احنا نخدموا الكهرباء. دونك باهي، اول حاجه هنا عندنا الباور من هنا، هذايا الكونتاكت. هذايا كيما تعرفوا كونتاكت نتاع اي كهرباء باش تهبط الفيتر، باش ما نعرفش باش تخدم راديو كذا تفهم فيا، باش تحط فونتيلاسيون مش كما تزور فونتيلاسيون عاديه، هذيك عاديه على الاخر. باهي تو احنا باش ننزل على الفريناج هكا هاو، جوست نزلت على الفريناج ونزلت مره على الباور. لهنا كتب لي كلمه ريدي بالاخضر من الفوق، بخلاف كان عندي كلمه في كلمه ريدي. اش معناتها ريدي؟ معناتها سي بون الموتور الالكتريكي يخدم تو، معناتها انا تو نجم شفتوا هذيك ريدي تو الموتور الترميك نتاعها خدم. علاش؟ خاطر باش تشارج الباتري ناقصه ما فيهاش شارج. دونك كي كلمه ريدي هذيك معناتها انه الكهرباء توا جاهزه انها تخرج اون مود 100% الكتريك، وكما قلت قبيله توصل بيك 40 45 كيلومتر بار اور. دونك من بعدها بشويه، جوست من بعدها بشويه كي نوصلوا 40 45 كيما شفت الموتور اللي الترميك يخدم وحده. دونك الموتور الترميك باش يخدم وحده كيما سمعتوه هكاك. توا كيما قلت لك ما خدمناش جوست على خاطر باش يشارج البطاريه، خاطر راه انه البطاريه ما فيهاش شارج باش تخرج الكهرباء، دونك خدمها هو باش هو يدعم. دونك هذا مبدا عمل السياره الهبريد. لهنا في اول حلقه قلت لكم الفول هايبريد هذه، حتى البلاجن هايبريد تقريبا نفس الحكايه وقت اللي توفى الاوتونوميه نتاع الباتري. المايلد هايبريد لا، المايلد هايبريد كيما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت جوست تلانسي معاك تاكسيلري معاك شويه تخدم معاك الكهرباء هكا هو، سينو راهو الموتور الترميك هو اللي يلعب الدور الاساسي. دونك نلخص لكم الموضوع، تحط كونتاكت ومن بعد عندك كلمه ريدي تجيك من فوق مغادي. عاش نعاود لكم. دونك كلمه ريدي كما قاعدين نشوفوا فيها مغادي هايك تجيك بالاخضر مغادي، معناتها لازم تخرج بالكهرباء اون مود 100% الكتريك. بعد كي باش تدخل الموتور الترميك ثم قطعه من هنا تعمل سينيال تدخل الموضوع هي اللي تخدمه اهو باش يولي يخدم الموتور الترميك. الصوت عالي برشا يا جماعه، ما نتصورش حتى كان صوتي سمعتوه وقت اللي يخدم الموتور. دونك هذا هو باختصار حلقه قصيره على مبدا اعمال السياره الهجينه. في الحلقات الجايه باش نبداو نفسروا قطعه قطعه كيفاش تخدم وشنو دورها الاساسي. اقعدوا معايا الحلقات الجايه فيهم معلومات تاع هندسه ومعلومات ميكانيكيه حلوين برشا، نحبك تركز معايا. يلا نشوفوك الحلقه الجايه. وهذم هما القطايع الرئيسيه نتاع كل سياره هايبريد وحتى زاد في الالكتريك. في الحلقه الجايه باش نبداو نحكيو على كل قطعه شنو هي بالتفصيل وكيفاش تخدم وشنو هي دورها وشنو هي اهميتها. نستناكم في الحلقه الجايه.